لماذا غاب كريستيانو رونالدو عن جنازة زميله ديوغو جوتا؟ هل كان غيابا متعمدا أم أن الظروف منعته؟ هل تخلى دون عن واجب الوداع أم كان ذلك فعل احترام صامت؟ في وقت انحنت فيه الرؤوس في بورتو لتودع ديوغو الذي رحل قبل أوانه، لم يكن النجم الأشهر في البلاد ضمن الحضور. أين كان كريستيانو؟ مصادر قريبة أفادت أن الرجل الذي لا يغيب عن العناوين اختار الصمت والظل في لحظة كان يعلم أن حضوره فيها قد يشوش على وجع الفقد وسكون الوداع. لم يكن تغيبه تجاهلا، بل وقفة كبرياء واحترام. رونالدو بكل ما يحمله من ثقل جماهيري كان يدرك أن وجوده في جنازة مثل هذه سيجلب الكاميرات ويغير وجه المشهد ويسرق اللحظة من أهل الفقيد. غاب الجسد ولكن الرسالة وصلت. كريستيانو أثبت أن بعض أشكال الغياب أصدق من 1000 حضور، فهل نحن مستعدون لندرك أن البعد أحيانا هو أعمق وأوفى لغة القرب؟ ما رأيكم؟ هل اتخذ رونالدو القرار الأصح؟ أم كنتم تفضلون حضوره في الجنازة؟